تجربة الهجرة صعيبة وما كيحس بها غير اللي عاشها، ومفهوم النجاح فيها كيبقى فاغ وكل واحد ويقدر يديفينيه بطريقته، والامر كيتعلق بالاهداف الشخصية ديال كل واحد فينا. ولكن كيف ما كانوا هاد الاهداف، طريق الوصول كيحتاج منا نكونوا عارفين شنو اللي كيتسنانا وعلى شنو خاصنا نركزوا باش نوصلوا للنجاح، وخصوصا الوصول للحرية المالية. انا المهاجر المستثمر وجيت اليوم وغادي نكون معكم ديريكت باش نشوفوا 5 ديال الحاجات اساسيه كيحتاجها اي مهاجر في كندا باش ينجح ويوصل لي زوبجيكتيف ديالو، وخصوصا الاهداف الماليه. هاد ال5 ديال الحاجات ماشي مبنيه على لا تيوري فقط، ولكن على واقع اللي كنعيشوه كلنا، وفي غالب الاحيان ما كنردوش ليه البال. غادي نبغيكم تخليو ليا في لي كومونتير الحاجه او الحاجات اللي ديجا كديروها باش تكونوا ناجحين، وما تنساوش تخليو لايك وتابوناو معنا باش تبقاو ديما على بال. اول حاجه كنحتاجوها في طريقنا للنجاح المالي وهي المعلومه. خاصنا نكونوا انفورمي. في كندا حتى شي واحد ما غادي يجي لعندك ويقول لك شنو خاصك دير. الا ما كانتش عندك الداتا غادي تكون بيردو. وحنا هنا ما محتاجينش الفلوس بقدر ما محتاجين المعلومه. بيان سور في ظل الغلاء ديال المعيشه ولا سوسيتي دو كونسوماسيون، الا كانت عندك الفلوس وما كنتيش عارف شنو ممكن دير بها، انت اقرب للفقر منه للثراء. والانفورماسيون او الداتا في هذا الوقت في نظري الشخصي كتفوق على الفلوس في بزاف ديال الامثله اللي غادي نهضروا عليهم في دوطر فيديو جايين. وهنا الا رديتوا البال حتى شي واحد ما غيجي لعندك غادي يقول لك سير قلب على هذه المعلومه، شوف هذه الفكره ديال هذا المشروع، راه ممكن تانفيستي في لو مارشي بورسيي، ولا راه كاينه خدمه في واحد البلاصه. خاصك تقلب، تو رونسيني، تكومباري، دير الريزو ديالك باش يوصلوك كاع هاد لي زانفورماسيون. والاغلبيه ديال الناس اللي كتلقى صعوبه هنا وما كتطورش من لو نيفو ديالها كتكون في غالب الاحيان منغالقه على نفسها وما عندهاش لاكسي للداتا. وللاسف بعض الاحيان ميم ناس كيكونوا ديجا خدامين دي سالاري، وفاش كيدخلوا في الدوامه ديال المترو بولو دودو نتوما كتعرفوا بيان سور ما كيبقاش الوقت باش نقلبوا على الانفورماسيون، وهذا الشيء كيخلينا نضيعوا بزاف ديال لي زوبورتونيتي. وفكره الاستثمار او انك تبدا بيزنس ديالك ولا ميم تبدل الخدمه اللي انت فيها بوحدها ما احسن، غادي تجي فقط منك ماشي من لونطوراج ديالك. مع لي ريزو سوسيو وحتى الاي اي كلشي ولا كيظن باللي توت لي زانفورماسيون ولاو ديسپونيبل بسهوله، الوغ كو سي نو. اهم المعلومات اللي كدير الفرق هي ما بيناش لكلشي، وهي اللي كتحتاج نقلبوا عليها ونسولوا عليها اكثر ونمشيو لا سورس، ماشي نتبعوا فلان قال لينا ولا فلان جرب ولا فلان سمع باللي واحد الفكره ناجحه. ولو مونك دانفورماسيون هو واحد المشكل كبير كتعاني منه لا كوميونيتي هنايا في كندا. والمشكل هو مازال كنسمعوا كيديو لينا في كندا لي تاكس بزاف، الفلوس ما كتقدش. هادشي صحيح الا ما كانش عندك المعلومه وكنتي فقط كتاخذ لانفورماسيون من عند اي واحد، ولكن الا كنتي كتقلب بيديك سي سور كو غادي تلقى طرق باش تخلص موان دو تاكس ليغالمون. وإلا عرفتي كيفاش تجيري فلوسك في كندا ما غاديش تبقى تبان لك المعيشه غاليه. والناس اللي كتبقى بعيده على لانفورماسيون ال باي بلوس ال غاني موان وكتافونسي 3 فوا بلو لونتومون. المعلومه هنا في كندا سي ليترالمون دو لارجون. والحاجه الثانيه اللي كنحتاجو باش ننجحوا وهي الهارد وركين. حتى حاجه ما كتجي بالسهل، وفي كندا ضروري ما تضرب تماره. وشنو كنقصد هنا بتماره؟ ماشي هي تخدم وصافي، نو، هي تكون عندك اون استراتيجي تعرف كيفاش تجيب فلوس كثر توت اون ريدويزون لي ديبونس ديالك، وفي نفس الوقت تقدر تعيش حياتك كوم يلفو. بزاف ديال المهاجرين كيجيو لكندا وكيفكروا في الخدمه على اساس هي لوبجيكتيف، كيخدموا اكثر من خدمه واحده، ولكن في نفس الوقت ما كياخدوش ساعه في السيمانه باش يفكروا في لوغ اوبجيكتيف، وما كيشوفوش واش كيقربوا منهم ولا مازال بعد، شنو خاصو يتصحح وشنو خاصو يتزاد، شنو خاصو ينقص. وهذا من اكبر الاخطاء اللي كتخلي المهاجرين ما عمرهم يفكروا بعيد وكيبقاو دائما التفكير ديالهم في الكور تيرم وصعيب ياخذوا قرارات صحيحه. وإلا كنتي كتخدم في كندا سون بلان سون استراتيجي غادي تلقى صعوبات كبيره باش توصل للاهداف ديالك. وباش نعطيكم دي زيكزامبل ريال، كنهضر هنا على لي زوغمونطاسيون سالاريال اللي ضروري ما نفكروا فيهم في حاله الا كنا دي سالاري. في غالب الاحيان كل عام خاصك تضرب على لوغمونطاسيون، دونك خاصك تطور مهارات جديده، خاصك تزيد دي سيرتيفيكاسيون في طون سي في، وسورتو خاصك تفرض راسك في لا كومباني. حاجه اخرى وهي لو كو مونطال، خاصك ضروري تفكر في
الصحه النفسيه ديالك. خاصك ضروري ترتاح وتهلا في صحتك وتانفيستي فيها كيف ما كتانفيستي في لو بورتفوي ديالك. وحاجه اخرى ما ننساوش باللي ضروري ما نحاولوا نحاولوا اننا نعيشوا تحت من لي مويان ديالنا. وهذه المساله ماشي عيب، بالعكس كتخلينا نقربوا بالحريه الماليه بسرعه. وداكشي علاش حتى هي كتدخل في الهارد وركين اللي بلا بيه راه ما غنقدروا نوصلوا لحتى شي حاجه. ثالث حاجه الاخوان اللي كنحتاجوا باش ننجحوا وهي لو بارطاج. احسن طريقه باش نفهموا واحد لو برينسيپ هو نحاولوا اننا نشرحوه نبارطاجيوه. شحال من مره كيكونوا عندك دي زيدي دو بروجي وفاش كتهضر عليهم مع الناس تو تو رون كونط باللي بزاف ديال الحوايج ناقصين وما فكرتيش فيهم واخا كنتي مركز وخصصتي ساعات وساعات باش تحط هاد لو بروجي. كون تو بارطاج دي زيدي تي بروجي تي ريفليكسيون افيك كيلكان كتوضح بزاف ديال الامور، كيوصلك لو فيدباك وكتشوف حاجات اللي تقدر انك تطور بها المشروع ديالك. ولا ميم الا كانت فكره، شكون فينا اللي كيهضر على الاستثمار مع لونطوراج ديالو؟ قليل. والسبب هنا هو لا بور ديتر جوجي. في غالب الاحيان اوني كريتيكي. الا هضرتي على الاستثمار كتسمع وراك غير غادي تخسر فلوسك، ولكن ما كتسمعش شنو بان لك في هذا الاي تي اف، شنو بان لك في هذا الاكسيون، واش هذا البروكر مزيان، واش هذا لو مارشي فيه ما يدار، علاش طايح دابا، وشنو المستقبل ديال الاي اي ليموبيليي الى اخره. هذا النوع ديال النقاش هو من بين اهم الحاجات اللي محتاجين ليها، وإلا ما بارطاجيناش اونتر نو ما غاديش تكون الاستفاده، وبزاف غادي يكونوا بوتيتر دايرين اخطاء اللي ما عمرهم يعرفوهم طون كيل نو بارطاج غيان. وحتى اللي نجح il va facilement stagner لحقاش sûrement s'il partage il va réussir encore plus. ولو بروبليم هنا ديال لا كوميونيتي وللاسف il garde بزاف ديال الحاجات ليهم ولو بارطاج قليل. وهذا في نظري الشخصي من بين الاسباب اللي كتخلي النجاح كيصعب على مجموعه ديال الناس. والحاجه الرابعه واللي حنا محتاجين وهي نعيشوا notre propre expérience. فاش كتبقى تسمع بزاف وتتبع لونطوراج ديالك وتكوبيه على لتر في شنو كيدير، واخا كتكون عندك افكار مزيانه في الاول كتولي في الاخر بحالك بحالهم. ومن اكثر الاسئله اللي كتخلعني وهي شنو هي لا فورماسيون اللي درتي، كيفاش جيتي لكندا، شنو هو البيزنس اللي لونسيتي، شنو هما لي زاكسيون اللي شاري، وخصوصا كيفاش درتي الفلوس. هاد الاسئله كلها خاصها نورمالمون تكون شنو الراي ديالك في هاد لا فورماسيون، علاش هاد البيزنس فيه ولا ما فيش الفلوس، وشنو لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالو، وشنو اللي خلى في نظرك هاد لي زاكسيون يطلعوا ولا يهبطوا الى اخره. الغرض من هاد لي ديسكوسيون وهاد لي كيسيون هو نفهموا ماشي نقلوا. ليكسبيريونس ديالي وديالك ما عمرهم يكونوا لا ريفيرونس بور تو الموند. خدمتي سكيلز ديالي التجربه ديالي في الهجره تقدر تكون كتشبه ديالك، ولكن ما عمرها تكون اكزاكتومون لا ميم. بزاف ديال الناس جاو لكندا غير لحقاش لي كوزان ديالهم حتى هما جاو ولا واحد من لي فوازان، وداكشي علاش اون سو رون كونط او فينال كو بزاف il ne s'adapte pas وما كينجحوش لحقاش لو بروجي ديال الهجره بحال لي بروجي فينانسيي او طريقك للوصول للحريه الماليه ما عمرو ما خاصو يكون مبني 100% على التجارب ديال الناس الاخرين. ولو بروبليم حتى القناعات ولات نمطيه، وبزاف ديال الناس كيتشاركوا في نفس الافكار بحال نفس الشخص كيهضر، وكتبدا تسمع في كندا كيف ما قلت قبل كنخلصوا بزاف ديال لي تاكس، لي زيتود هنا ما صالحين لوالو، سي تو نا با دو ديبلوم كنديان ما غدير والو، ما كاينش مستقبل هنا وزيد. والملاحظه اللي لاحظت هنا هو انه بزاف ديال الناس كيجيو من المغرب لكندا في الاول كيكون عندهم افكار مزيانه، كيكونوا موتيفي وإل فينيس باغ ادوبتي نفس التفكير ديال الناس اللي كاينين هنا، والسبب كيكون راجع لانهم ما كيقدروش يعيشوا لور بروبر اكسبيريونس. والحاجه الخامسه اللي كنحتاجوا باش نحققوا النجاح في كندا وهو نعرفوا لي زوبجيكتيف ديالنا. الا ما كانش عندك ان بلان من هنا 5 سنين 10 سنين 15 عام بو امبورط، راك غادي تبقى فقط خدام كتخلص لي فاكتور ديالك، وغادي يدوزو السنين وغادي تفيق وما غتلقى راسك ما درتي والو. هذا ما كيعنيش ان لي زوبجيكتيف او لي بلان اللي غادي تحط دابا صافي ils vont rester les mêmes ديما. non ils peuvent changer bien sûr donc pas de stress، ولكن خاصهم يكونوا عندك. ودير في بالك باللي راه يقدروا يتبدلوا، غير هو مساله انك دير ان بلان دابا
لا تناقش. هاد الخمسه ديال الحاجات اللي بارطاجيت معكم يقدروا يبانوا لكم بديهيين وسهلين، ولكن كون صريح مع راسك وخلي في الكومونتير الحاجه او الحاجات اللي ديجا كدير، وإلا ما كنتي كدير حتى شي وحده فيهم سي با غراف، ولكن خاص يكون عندك لو كوراج باش تقولها وتعترف بها قبل ما تفكر تبدا تخدم عليهم. كان معكم المهاجر المستثمر، كنتمنى لكم النجاح جميعا و see you next time. السلام عليكم.